السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي في الله، مرحبا بكم مع أم نبراس. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة تسمين رائعة سهلة وبسيطة، مكوناتها متوفرة عند أي أعشاب تقدروا ديروها وتوفروها. أول حاجة واش نحتاج في وصفتنا اليوم؟ نحتاج إلى فول الصويا. فول الصويا روعة في تسمين المناطق الأنثوية، الوجه والخدود، هايل ورائع وكامل الجسم. أيضا نحتاج أيضا إلى اليانسون. يانسون يعتبر مهدئ للأعصاب وأيضا يساعد في عملية التسمين، روعة أيضا هذا اليانسون. نحتاج أيضا في وصفتنا لليوم إلى السمسم. السمسم رائع في عملية التسمين، في التسمين يعني تحبوا تحمصوه، تحبوا تخلوه كما راه، لكن من الأحسن أنكم تحمصوه شوية. والمكونات الأخرى خلوهم كما راهم، اللي هي فول الصويا واليانسون اللي هي حبة حلاوة. واش نحتاج أيضا؟ نحتاج إلى زبيب أسود. الزبيب الأسود رائع جدا في وصفة التسمين. وعندكم أيضا آخر حاجة في الوصفة هذه اللي هي حب العزيز. حب العزيز روعة ما شاء الله في التسمين. جيبوا هذه المكونات كامل، ديروا منهم كيل. مثلا درتوا كاس، كل حاجة ديروا منها قيس كاس، ارحوهم كامل مع بعضاهم، خلطوهم كامل ورحوهم مع بعضاهم. ومن بعدين جيبوا مغرف من هذيك البودرة وخلطوها مع الياغورت، ولا خلطوها مع الحليب، ولا خلطوها مع العسل الحر. واحد من هذه الثلاثة، إما ياغورت باطا ياغورت، مغرف في باطا ياغورت، أو مغرف في كاس حليب، أو مغرف عسل مع مغرف من هذاك الخليط. خلطوهم كامل مع بعض وتناولوهم. تقدروا تناولوهم في الصباح، يعني في 3 أوقات: الصباح قبل ما تشربوا القهوة، قبل الفطور، وأيضا قبل العشاء. هادو كامل دوموهم، وداوموا أيضا شرب الماء، ورايحين تتحصلوا على بإذن الله من بعد شهرين. شوفوا هذا نقول لكم لازم تداوموا على الخلطة في الشهرين. كديروا شهرين بإذن الله راح تحسوا النتيجة، يعني من شهر ونص كذلك من المداومة اليومية راح تبدو تتحصلوا على النتيجة. كي تداوموهم كما قلت لكم شهر ونص إلى شهرين راح تشوفوا النتيجة. المهم راح تواصلوا فيهم، ومن بعدين كي تحبوا توصلوا للوزن اللي تحبوه أنتم، ابقوا نقصوا كل مرة بشوي ما تنقصوهمش مرة واحدة، بل نقصوا بشوي. مثلا كنت تاكليها 3 مرات في النهار، عودي كلي مرتين. ديريش تقريبا شهر ولا شهرين انت تاكلي مرتين، من بعد عودي كلي مرة واحدة، من بعد توقفي. ما توقفوش وما تنقطعوش، كامل هكاك مرة واحدة باش تتحصلوا على النتيجة الرائعة اللي راكم تحبوها. يلا بطبوطات، يلا اللي حبت تدير الخدود وتدير لاطاي تبدا فيها من هذه الايام وتاكلها حتى في رمضان عادي جدا. هذه بالنسبة لوصفتنا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، في وصفات أخرى مع أم نبراس. سلام.